ظهرت صبح البشكنجية كجارية في بلاط الخلافة في أوائل عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله، وليس هناك ما يعرف عن نشأتها وحياتها الأولى، وقد شغف بها الحكم وحظيت عنده، خاصة بعدما أنجبت له ابنه الأول عبد الرحمن الذي توفي طفلا، ومن بعده ولده هشام. كما كانت كلمة صبح مسموعة في تعيين الوزراء ورجال الدولة والبطانة. تولت صبح الوصاية على ابنها بدعم من الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي، وحليفها صاحب الشرطة ورجل الدولة القوي محمد ابن أبي عامر. وتوطدت العلاقات بين صبح وابن أبي عامر حتى أصبحت حكاية تتناقلها الألسنة، ودارت حولها الأناشيد والأشعار الشعبية.